هل تعرف ان ايلون ماسك مسيح الدجال؟ هل تعرف ان مارك زوكربيرج من الزواحف؟ هل تعرف ان الارض تنتهي قريب جدا؟ في راجل واحد في مصر كلها هو عارف كل الحاجات ديت، والراجل دوت اسمه دكتور محمود صلاح. اكيد شفت الفيديوهات بتاعته على تيك توك وكده، على صفحه الفيسبوك بتاعته بيقول ان هو كاتب وباحث في علم ما وراء الطبيعة، وانا شايف بصراحة ان ده اذكى راجل في العالم. بيفكرني كتير بناس زي أليكس جونز. وبصراحة انا شايف ان دكتور محمود صلاح هو الوحيد اللي فاهم الدنيا ماشية ازاي، بيحاول يحذرنا عن ايه اللي هيحصل. نهاية العالم تبدأ الآن. بدل ما نقعد نتريق بقى لازم نسمع هو بيقول لنا ايه. كل حاجة سهلة تتغير في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده. عشان كده النهارده يا جدعان احنا هنتفرج على كام فيديو بتاع دكتور محمود ونعرف ايه اللي هيحصل لنا قريب جدا. مش طبعا فاضلهم. طب يجندهم وخلاص ويقعدوا يوسوسوا في ودانا الجنود دول كلنا. ليهم مرتبات، صح؟ طبعا في رتبة عالية وفي رتبة بسيطة وفي عسكري مثلا برونز، سيلفر، جولد، دايموند، فالورنت، يعني بيلعب ماشي. اللي انا عايز اوضحه لك ان ده من القيادات، ايلون ماسك من القيادات. هو ده من اولها على طول على طول. ما مش بيضيع وقت، هو بيقول لنا على طول. ايلون ماسك، مارك زوكربيرج، جيف بيسوس، هما الثلاث قيادات، ده التوب. انسوا كلامي خالص، اعتبروا ان انا كنت بهزي، اعتبروا ان كلامي كله غلط. حد يطلع يقول لي هو لابس صليب معكوس ليه؟ It's right there. It's right there يا جدعان، يعني حرفيا اهو. ايه بيلبس صليب معكوس عشان اهبل يعني؟ حدود الارض اللي احنا عايشين عليها حدود مزيفة، الارض اكبر مما تتخيل. ماشي. ده مش يعني it's not out of the realm of possibility. دي ليها شوية منطق في البحر بقى وكده، يعني احنا ما شفناش كل البحر. دي ممكن اصدقها، انا احلى حاجة ان في كل الفيديوهات بتاعته هو بقاله سنة او اكتر من سنة هو بيروح على عنده فقرة معينة من المواضيع دوت. هو حرفيا مش طايق نفسه، هو مستني الصدمة تيجي. ايه اللي هتقوله النهارده يا باشا؟ ايه اللي هتقوله النهارده يا دكتور؟ افجعني، فجر الدنيا، يلا بينا. What the fuck are you saying bro؟ زي ما بقول لك في تلاعب حصل في الارض كلها. مين بيلعب في الارض؟ مش عايز اميل لنظريه بتفترض وانا ضدها، يعني لان هما بيقولوا ان الارض انتقلت من بعد الى بعد اخر. مالتيفيرس يا ام سي يو. احنا في المارفل، يلا بينا. يا طب احنا في فيس كام دلوقتي؟ كمان في مؤيدين. البصه بتاعته ديت اقسم بالله العظيم، ده يعني الراجل ده ربنا يكون في عونه، ربنا يكون في عونه، ان لازم يستحمل الدكتور مع كل حلقه مش طايق نفسه. كمان احنا في البعد الكام دلوقتي؟ ما اعرفش، بس هم بص يا باشا، احنا داخلين على فيس 6 على ما اظن يعني. بيفترضوا ان البعد الطبيعي اللي احنا كنا عايشين فيه اتنقلنا بسبب تجربه الى بعد اخر، وبسبب هذا انا عامه انا عندي نظريه ان احنا بعد 2020 كلنا متنا. بعد 2020 احنا كلنا متنا، ودلوقتي احنا عايشين في جهنم. وقسما بالله العلي العظيم ان ده هيحصل. ليه بتحلف؟ ما تحلفش يا دكتور، حرام ما تحلفش. وانا مش عايز احلف كتير، بس صدقني ما تحلفش، محدش قال لك تحلف. وفق السيناريوهات اللي اتحطت كلها في افلامهم لازم هيحصل. ماشي يا جدعان، خلينا نلست الافلام اللي هي الارض بتنتهي كل الكلام دوت. عندنا 2012 War of the Worlds، The Mist، كلوفرفيلد، كان حلو قوي بصراحه. فعندنا اكتر من فيلم، فعامه في كل واحد منهم الارض بتنتهي بطريقه مختلفه. فانا عايز اعرف يا دكتور، هي الارض هتنتهي ازاي؟ هو كله هيحصل في نفس الوقت ولا هتبقى رولات يعني، وفي حاجه هتحصل وهي ده يلا بقى ربنا معاكم؟ ومش عايز حد بعد كده يقول لي انت متاثر بالافلام. انا متاثر بالافلام، انا بتاثر بالافلام برضه بصراحه، انا بحب الافلام. انا بس انت واخدها قاعده صريحه. طبعا إن قاعدة كل صريحة. حاجه حصلت في الفيلم يا ابني ده حلف خلاص، ده بيحلف وبيقول اقسم بالله العظيم ده، يعني انا بصراحه مصدقه. هتحصل. ما في حاجات ما بتحصلش. مين قال؟ مين قال لك؟ في دوله عندها علاج بينقي الدم من كل الفيروسات اللي موجوده عندها في الانسان، طب انا اوبا، دي كبيره دي. ايا كان نوع الفيروس. طب مين الدولة؟
ما اقدرش اقول. ما اقدرش يعني تريد سيكريتس يا باشا. انت لو انت في المجال هتفهم، بس انت مش في المجال. الراجل ده مش طايق نفسه خلاص، جاب اخره من الدكتور ومن الفقره بتاعته، ومتدبس فيه كل اسبوع يجيله بنظريه جديده وحاجه جديده وده مش انسان وده معرفش ايه. خلاص ده جاب. ليه اللي سامعنا؟ ايه الحاجه اللي لو حصلت هتطلع الدلائل؟ ما انا هقول لك اهو، انا بوجه نداء للناس اللي سامعانا، بعد اذنكم مش هيحصل حاجه لو طلع هذا العلاج. انا ما اقدرش اقول، بس لو الناس عايزه تقول قولوا يا جدعان، انا براحتكم. I just work here. ايه ان ايلون ماسك هو الدجال؟ مساعد من مساعدين الدجال، وانا ما زلت. دي طبعا دي احنا عارفينها، وبصراحه انا يعني من شكله كده، من شكل ايلون ماسك، انا اقول ده دجال، ده مسيحي الدجال. ولا هو على علاقه بالدجال وبيديله اوامر؟ على علاقه بيه هو يعني بيقعدوا على القهوه بيدردشوا مع بعض كده يعني. هو عارف يومنا الدجال؟ طبعا. ايوه يا عم، هم اصحاب دول كده، دول اخوات من زمان يا عم. دي بقى لازم نسمعها كلها بالكامل. اقول لك تاني ان ايلون ماسك مش بشر، ومارك زوكربيرج مش بشر، وبيل جيتس مش بشر، وترامب مش بشر، وبايدن مش بشر. يا رب نطلع احنا بشر وحياة ربنا، يا رب احنا نطلع بشر. احنا مش بشر. يعني احنا كلنا مؤمنين ان في يوم قيامه الارض هتنتهي. طبعا. خلاص، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. هل احنا مؤمنين انه في كائنات راحت المستقبل ورجعت لنا تاني؟ الدليل ان ايلون ماسك زاحف. طب هو انا مبدئيا ما قلتش، انا قلت ان هو غير بشري. مبدئيا انت ليه بتجادل مع واحد عنده 10 سنين؟ وثانيا هو ليه الولد اللي عنده 10 سنين بيتكلم منطق اكتر منك يا دكتور؟ الارض مسطحه ولا كرويه؟ كرويه. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ماشي، احنا بنروح في حتة سليمة يعني، كل فين بتلاقي حاجة سليمة. الحمد لله يا رب. في الاخر خالص هات لي خالص، بس ما تراجعنيش فيه. ماشي. اختيار صفوة حكام الدول العظمى في العالم بيتم لعدد من الاشخاص اللي بينتموا لافكار وجهات وتكوين غير بشري. دي قناعاتي وانا حر. ايا يكن، لو الدكتور بيترول ولا هو بيتكلم بجد، هو من الاخر هو خلصها يعني، وخلص الكلام وقال لنا ايه، ان هو حر. وفي حاجه ممكن تتعلمها منه، حاجه ممكن تتعلم منها من الدكتور، ان احنا كلنا حرين ان نقول اللي احنا عايزينه. بس في حاجه احنا ممكن كلنا نتفق علينا، انه ايلون ماسك هو مسيح الدجال. Thank you guys for watching. يا رب استمتعتوا. دي اول مره طبعا اعمل فيديو زي ده. شيروا، اعملوا لايك وسبسكرايب، قولوا لي لو عجبكم او احسن الفيديو ازاي وكده يعني. وبس that's all I have to say. اشوفكم في الفيديو جاي ان شاء الله. يلا، السلام عليكم رجاله.